ما تيجي اعرفك ازاي تاكل شبه الاسكندرانيه اللي بجد بعيدا بقى عن الترندات وتاكل سمك منين والجو ده كله. وطبعا ما ينفعش نبدا السلسله دي من غير ما نكون في بلد الاكل في بحر عند قهوه فاروق. واول مكان معانا هو بتاع سمك بس على قديمه، بقاله 35 سنه بيعمل نفس الاكل بنفس الخلطه. ممكن عادي تاكل من المنيو عنده، لكن الاصيع بقى انك تخش تختار السمكه اللي انت عايزها مع طريقه السوى اللي انت بتحبها وتوكل على الله. وخلينا نبدا اول حاجه بصدفه فوسفور، دي بقى بتبقى الموتزاريلا، عندك بطارخ، عندك كاليماري، عندك جمبري. بص الجمبري في القلب عامل ازاي. الوايت صوص شارب من شوربه السي فود. طبعا الجمبري بلدي، بطارخ حلوه، الكاليماري بيدوب كده في البق. صحيح. فنخش بقى على سمك الجزل. بصي دايبه وبايشه ازاي. الخلطه بتاعت السمك هنا على قديمه، هو عارفين تحسوا فيها بطعم بحري بتاع زمان. دي بقى ايه بالكافيار. ايه ده؟ تعال نخش على اللي بعده، وهو سياخ الجمبري المشوي. ده بيبقى الجمبري الازاز. يلا بينا بسم الله. الجمبري هي ملحمه جدا، بس نجربه شويه طحينه كده. جمبري حلوه قوي. ايه بقى نخش على ايه؟ بصوا يا جماعه، هي ماما اهي تمام، هي لازم تدوق السردين. ولا اروع والله العظيم، ثلاثه ولا اروع. نبلع الدنيا بقى بشويه ملوخيه بالجمبري. انا بعطل، انا باكل اكله واعطل عليها من حلاوتها بجد والله. وده بقى سمك دنيس مقلي، طبعا هو غرقان الصوص، كميه بطارخ كويسه قوي. اكل بايدي الصراحه. الله، الخلطه بتاعتها على الهادي قوي، فانا حاسس ان هي دي محتاجه شويه صوصات كده معاها. كاب الصوص بقت مثاليه. بطارخ حلو قوي. هخش على اخر حاجه بقى عشان ايه يعني، انا عايز انقض على الاكل ده مع المكرونه الريد صوص. يا جدعان حرام والله اللي بيحصل ده. انا بحب بقى الاماكن المستخبيه دي لانها بتبقى بتطلع كواليتي جامد بسعر رهيب. وعامه يعني المطعم ده اسمه الاخطبوط، وموجود في بحري في قهوه فاروق على الترام على طول، وهم عاملين خصم 15% بمناسبه الافتتاح لمده شهر.